الحمد لله نبهد الفوز ده للناس اللي جايه من ورانا اولا والجهاز الفني، وبنشكر ربنا وان شاء الله المسيره دايما على طول. واحنا ما بنبصش اولا بنبص للترقي الاول، بعد كده ان شاء الله صعود الدوري ممتاز باذن الله ان شاء الله باذن الله. والله النهارده احنا بنلعب بالناشئين كلها، وهنعمل ايه؟ الفرقه كلها ما خدتش القبض بتاعها عشان تاخير 10 ايام او 12 يوم، فما حدش جه، فلعبنا بالصف الثاني بتاعنا والناشئين والحمد لله على النتيجه. يعني هنعمل ايه؟ الحمد لله. بشكر لعيبه اللي كانوا رجاله النهارده، وبنشكر الجهاز الفني ومجلس الاداره دايما في ظهرنا، والحمد لله كنا رجاله، وان شاء الله باذن الله دايما احنا بنلعب ان احنا نصعد ان شاء الله، وباذن الله نكون في دوري ممتاز ان شاء الله. ده ما كان الطبيعي بتاع التليفونات بامكانيات التليفونات ان شاء الله باذن الله. الحمد لله طبعا على الفوز النهارده، والحمد لله ايضا على الهدف برضو. يعني الهدف الاول بتاعي الحمد لله فتح لنا الجيم النهارده، والحمد لله احنا كنا عايزين نكسب 5 بس الحمد لله برضو كسبنا 4، فالحمد لله على كل شيء. يعني ان شاء الله نعوض في اللي جاي، الماتشات الجايه يعني برضو نعوض فيها ان شاء الله ونكسب اكتر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اولا واخيرا احنا في ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل اللعيبه اللي تعبوا قوي الرجاله النهارده، ومش النهارده بس كل الماتشات الحمد لله رب العالمين. ربنا وفقنا ماشيين بخطوات كويسه جدا الحمد لله. الفرق بينا وبين الاول نقطه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نجتهد تاني، وربنا وفقنا ونقدر نحقق نتائج افضل باذن الله ان شاء الله. هي فتره توقف المفروض ان هي مفيده للفرق كلها، وبالاخص تليفونات بني سويف طبعا، لان احنا كان عندنا كابتن ايمن الجمل هو دخل على الفريق بعد فتره الاعداد وبعد مباريات الدوري ما بدات، فدي بتدي فرصه كويسه للكابتن ايمن الجمل ان هو تصحيح الاوضاع او تصحيح اي اخطاء كانت موجوده الفتره اللي فاتت. معلش النهارده يمكن يكون نتيجه ممكن تكون الناس فاكراها كبيره شويه، لكن احنا لازم الناس تعرف ان احنا كنا بنلعب بالبدلاء وبالناشئين، لان في ظروف حصلت. الفرقه معتبر المجموعه الاساسيين اللي معانا انقطعوا التمرين من اول اسبوع بسبب ان هم تخلوا تقريبا 3 ايام، يعني حاجه مش كبيره قوي، ولكن هم اللعيبه صغيرين برضو مش فاهمين حاجه فانقطعوا عن التمرين. مجلس الاداره خد موقف ضدهم. تليفونات بني سويف تسحق من الحيط ب4 أهداف نظيفه. كنتم مع مراسلتكم هناء فتحي، التلفزيون المصري، برنامج كره بلدنا.